السلام عليكم أحبتي متابعين منصة أنكيدو أونلاين. نتشرف بوجودكم ويانا. اليوم عندنا حالات وتحليل في المباريات اليوم، خاصة نبدي من مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي، وأيضا عندنا مباراة منتخب سوريا الشقيق أمام نظيره الهندي. لكن خلينا نبدي فقرة تعريف الكباتن. اليوم موجودين يا البث اليوم الإعلامي الكبير الأستاذ عمار ساطع. احنا بالنسبه للمعرف لا يعرف، لكن الجمهور يحب يتعرف على كابتن عمار. كابتن عمار لك. أتشرف بوجودي معاكم أخوتي الأكارم، وأتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن كل المتابعين لمنصة أنكيدو أونلاين. وحقيقة أنا صحفي رياضي من حوالي 26 سنة، أعمل في مجال الصحافة الرياضية وتنقلت في أكثر من موقع. عملت في قناة الحرة أكثر من 16 سنة، وأيضا عملت مراسل للعديد من الصحف العربية من ضمنها سوبر وأيضا سوبر وان، وحاليا صحيفة الرياضة والحياة العربية. وأيضا أعمل عضو في المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وسابقا أيضا عملت في أكثر من محطة فضائية، وأيضا قدمت حوالي 1500 تقرير تلفزيوني. قيمة إعلامية كبيرة أستاذ عمار. الله يحفظك. أروح مع من سوريا الشقيقة المحلل الفني الكابتن فراس التور من بلجيكا ينضم ويانا. كابتن فراس منور عزيزي. يسعد مساكم أجمعين، يسعد مساء الكباتن، يسعد مساء المتابعين معنا. أنا فراس شتور، لاعب ومدرب سابق بسوريا، حاليا منذ حوالي 9 أعوام. أنا عم اشتغل بمجال التدريب، حاصل على الشهادة البي البلجيكي، والآن أتابع البي الأوروبية يوفا بي. محلل بعدة قنوات. حياتي كل رياضة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن المتابعين. كابتن أمير الشالشي نورنا. كابتن أمير. شكرا جزيلا عزيزي كابتن، النور نوركم. شكرا جزيلا على الاستضافة الحلوة على انكيدو اونلاين. شرف لي اتواجد وياكم. اسمي أمير الشالشي، العمر 35 سنة، تقريبا مقيم من 24 سنة بهولندا. حاليا مدرب فئات عمرية بنادي آسفيال هولندي. حاصل على شهادة تدريب الفئات العمرية من الاتحاد الهولندي ومن الاتحاد الأوروبي، عندي شهادة اليو اف اس اي. أهلا وسهلا، شرفنا بك كابتن أمير. شكرا جزيلا. عندنا المحلل الفني من الولايات المتحدة الأمريكية الكابتن حسان حسين. منور كابتن حسان. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لهذه الفرصة وشكرا لأنكيدو أونلاين. أنا حسان حسين، عايش في أمريكا من تقريبا حوالي 15 سنة، ومحلل فني ومتابع كرة القدم وما يجري عن المنتخبات العراقية من الطفولة. أهلا وسهلا كابتن. إضافة المعرف لا يعرف، الكابتن فراس الخطيب الخبير التحكيمي والحكم في هولندا. نورنا كابتن فراس الخطيب. كابتن محمد، مساء الخير لك، مساء الخير للزملاء بإنكيدو أونلاين والسادة المشاهدين إنكيدو أونلاين. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة اليوم. إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله. أيضا معنا الكابتن هشام سعد، مدير شركة لاهاي سبورت مانجمنت الهولندية. كابتن هشام. مساء الخير كابتن، شكرا على الاستضافة. تحياتي لجميع الكباتن، أستاذ عمار وأستاذ فراس، كابتن محمد، كابتن حسان، كابتن أمير، حبيبي مشتاقين. تحياتي لكل الشباب اللي أيضا يشتغلون بالاستديو، كابتن فرات، كابتن عثمان، وأتمنى ما نسيت أسماء الأخوان الباقين. تحياتنا للجمهور، ونقول مبروك فوز المنتخب الوطني العراقي، ومبروك أيضا فوز المنتخب السوري الشقيق، وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخبين في المرحلة القادمة إن شاء الله. أتمنى تكون حلقة ممتعة للجمهور إن شاء الله اليوم. إن شاء الله إن شاء الله. كابتن فرات سامي. كابتن فرات سامي مدير شركة لاهاي سبورت مانجمنت الهولندية، أيضا معنا في الاستديو. كابتن فرات. حبيبي، تحياتي للجميع، تحياتنا للأخوان الموجودين، أستاذ عمار ساطع، الأستاذ فراس صلاح، وكابتن حسان
حسين واخونا كابتن امير الشالشي وكابتن فراس الخطيب. ان شاء الله تكون حلقه مميزه وممتعه. مبروك فوز منتخبنا الوطني العراقي والتاهل بالعلامه الكامله. كذلك مبروك تاهل منتخب سوريا وفوز مهم. وان شاء الله تكون حلقه ممتعه بتواجد الاخوه الموجودين ويانا بالبث والمتابعين ان شاء الله. تحياتنا للكباتن اللي في الاستديو خلف الكواليس اللي يعملون ويانا يوصلون لنا المعلومات او الاسئله تجينا عن طريق المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب او على الفيسبوك. خلينا نبدا بمحورنا الاول ويا الاستاذ عمار ساطع. استاذ عمار، شلون شفت مباراتنا امام منتخب فيتنام؟ يعني بعد الفوز اللي حقق المنتخب الوطني على منتخب اليابان وتربعه على صدارة المجموعة، أصبح لزاما أنه المدرب يجرب مجموعة من اللاعبين ويعطي الراحة لمجموعة من اللاعبين اللي أدوا ما عليهم من الجانب الفني في مباراتي إندونيسيا وحتى مباراة اليابان. تعرف أنت مباراة اليابان كان يعني أسلوب اللعب فيها يختلف عن باقي الأساليب اللي كنا دائما إحنا يعني نلعب أمام المنتخبات الأخرى. كان هناك انضباط تكتيكي عالي، وكان هناك نوع من أنواع المجهودات البدنية والتركيز، وبالتالي مباراة فيتنام هي بالأصل هي راح تكون تحصيل حاصل لمنتخبنا الوطني. ومع ذلك الفريق حقيقة ظهر ببعض دقائق المباراة خاصة بالشوط الثاني بعد التغييرات اللي أجراها المدرب، وظهر بمستوى مميز وتمكن من أنه ينهي المباراة في الوقت بدل الضاع بفوزه ب3 أهداف مقابل هدفين، وبالتالي حصل على العلامة الكاملة وتأهل كبطل للمجموعة. وأني أتصور أنه يعني هذا ما حدث للمنتخب العراقي في مباراة فيتنام هو تحصيل لما قدم المنتخب حتى في قبل بطولة كأس آسيا اللي تقام حاليا في قطر. أروح يا كابتن فراس شاتور من بلجيكا. كابتن فراس صلاح من أول حبيبي، بارك الله فيك. رأيك؟ الله يسلمك عزيزي. رأيك في خلي ابدي مع مباراة سوريا والهند. أنا أول شيء بدي أبارك مباركة مزدوجة للمنتخبين الشقيقين، الوجعهم وجع واحد، المنتخب العراقي الشقيق منتخبنا الثاني، منتخبنا منتخب سوريا كذلك الأمر. أنا بتوقع أنتم بتبادلون الشعور إنه منتخبكم العراقي الأول ومنتخبكم اليوم. الحمد لله إنه بهاي البطولة استطاع المنتخب السوري بعد 6 محاولات أو بعد 6 مشاركات بكأس آسيا استطاعوا المرة الأولى تجاوز الدور الأول والانتقال إلى الدور 16. إذا بدنا نحكي شوي عن مباراة سوريا، نحن مثل ما تفضل الكابتن عمار حكى ملخص جيد، حكى كل شيء. نحن منتخب سوريا تعذب أو استطاع تأخر بالتأهل، كان فيه يحسم من مباراة أوزباكستان، كان بيطلع بنتيجة أفضل. بمباراة أستراليا كانت نتيجة تعادل أقرب. وحتى نحن بمباراة إذا بدنا نحكي شوي عن مباراة الهند تأخر كتير، يعني للدقيقة 77 نحن قاعدين على أعصابنا لحتى تم التسجيل. منتخب سوريا حاليا كتير جيد، بس عقلية المدرب الدفاعية أو الانضباط الدفاعي أو الأسلوب الدفاعي كوبر هو كان أساس تأخر المنتخب في التسجيل. كابتن أمير شالشي، حبيبي كابتن، رأيك بأداء منتخبنا الوطني وأداء اللاعبين شو شفته؟ بالبداية طبعا مبروك الفوز للمنتخب اليوم على منتخب فيتنام والتأهل المرحلة المقبلة، وطبعا التهنئة مات المنتخب السوري على الفوز ضد الفريق الهندي والتأهل الدور 16. أعتقد المباراة أهم شيء بها كان 3 نقاط. أنت قد ما تحاول كمدرب تهيئ الفريق يقدم مستوى جيد ونتيجة جيدة، إذا الفريق يدخل مسبقا هو يدري أنه متأهل كأول على المجموعة ولاعب مباراة كلش جيدة ضد المنتخب الياباني، صعب يقدم المستوى اللي قدمه ويا منتخب اليابان. ومثل ما ذكر الكابتن فراس يعني كان واضح عدم الانسجام بين اللاعبين. أعتقد ممكن ارتباك لأنه أكثر اللاعبين أو مباراة لهم بالبطولة. باقي اللاعبين اللي كانوا احتياط صحيح لعبوا مباراتين بس كسبوا ثقة كبيرة، خاصة بمباراة اليابان. من نزلوا بالشوط الثاني تغير رتم الفريق، الثقة زادت.
الفريق الفيتنامي ما كان عنده شيء يخسره، خاسر أول مباراتين ويعرف من البداية ما راح يتأهل، فلعب بأريحية، حاول يهجم. بس مثل ما قلت لك أهم شيء الثلاث نقاط. أهم شيء أماتين أنا يعني ملاحظة بالمنتخب العراقي هو الانضباط بالفريق، تأدية الواجبات واضحة كلش، وتحس المدرب مسيطر، هو وكادر مالته مسيطر على الفريق، وهذا شيء جدا إيجابي. وأعتقد تصدر المجموعة سهل علينا طبعا المهمة بالمرحلة الثانية، لتجنبنا الفرق الصعبة، فإن شاء الله الوضع يبشر بخير المرحلة القادمة. أروح كابتن حسان. حبيبي أبو يوسف. منورنا كابتن حسان. أسألك أولا عن أداء المنتخب الوطني، شلون شاهدت اليوم مباراة منتخبنا الوطني؟ والله اليوم اللعبة مثل ما قالوا الكباتن، أول شيء ما كان أكو انسجام بداية المباراة، بس كان احنا عندنا خلل بعمق الملعب. زيد وسولاق اليوم، زيد كانت عنده شوية أخطاء، مو مشكلة، بس الخلل كان عندنا بلاعبي المحور اللي هم أسامة وأحمد. نعم. كان عندهم خلل كبير بنقل الكرة للأمام. هذا اللي خلى زيدان يترك مكانه خلف المهاجم يرجع للخلف. لما زيدان رجع للخلف يستلم كرة، واحدة من اللقطات كان واقف من المدافع اليمين يريد منه يستلم كرة، فلما اللاعب خلف المهاجم ترك مكانه، هذا سوى فجوة بين خط الوسط وبين الأشباه بالمهاجم. لذلك منتظر وبشار وعلي الحمادي كانوا معزولين تماما الشوط الأول. الشوط الثاني كاساس لاحظ هذا الشيء، بدل أحمد علي، رجع زيدان للخلف، نزل مهاجم ثاني ونزل علي جاسم، وبلش يلعب لعب مباشر سريع للأطراف، والحمد لله يعني هي النتيجة جيدة. يعني فيتنام مو سهلين وما كان عندهم أي ضغوطات، خسروا 4-2 ويا اليابان و3-2 ويانا، يعني النتيجة جدا جيدة هي، وانطى فرصة جميع اللاعبين. كاساس كان عنده تصريح اليوم قال 3 أيام نشتغل واللاعبين كل شيء ما طبقوا زين، فهو منزعج أصلا. اللاعبين عندهم أفضل كان، بس ممكن عدم الانسجام، ممكن اللاعبين شوية كان عندهم استرخاء بالمباراة. هو هذا اللي بس بشكل عام الأداء على الأقل الشوط الثاني كان جيد. نروح ويا الخبير التحكيمي كابتن فراس الخطيب. اكو حالات تحكيميه جدليه صارت في مباراه منتخبنا الوطني، ضربتين جزاء، حاله طرد، حالات انذار. الكاميرا الكابتن فراس اشرح لنا هذه الحالات، وهل هي صحيحه ضربات الجزاء او اي حاله اخرى؟ في الدقيقه بالشوط الاول بالدقيقه 5 الحكم اشهر الكرت الاصفر بحق اللاعب الفيتنامي رقم 22 بداعي التحايل والتمثيل على الحكم داخل منطقه جزاء المنتخب العراقي. فمن أول 5 دقائق أول 10 دقائق كقراءة للمباراة قرأ المباراة بشكل ممتاز. لو متساهل مع هذا اللاعب ما عطى الكرت، ممكن أنه نشوف في اعتراضات بشدة على قرارات الحكم فيما بعد، ولكن هي 10 دقائق الأولى بتهم الحكم. فكان مباشرة أعلن عن خطأ لصالح المنتخب العراقي وإنذار اللاعب. في الدقيقة 16 هدف الفيتنام بأقدام صديقة نحن بنسميها من اللاعب منتخب العراق رقم 24. طبعا الهدف غير شرعي، زيد تحسين، كونه لاعب منتخب الفيتنام رقم 22 كان في موقف تسلل حسب الإعادة ما شاهدنا، تمام، وكان مؤثر ومشارك باللعب. لاعب المنتخب العراقي مغطي، يعني نحن بنسميه مغطي، وكان في تجاوز للقدم حوالي 20 سنتي. طبعا شوف كثرة الكاميرات، كثرة التقنيات ظلمت المنتخب العراقي في هاي الحالة. تقنية الفار اليوم خدمت المنتخب العراقي في هذا الهدف. لو لا سمح الله مسجل المنتخب الفيتنامي هذا الهدف واحتسب، كانت صعبة المباراة على الحكم. الدقيقة 26 عرقلة زيدان إقبال في وسط الملعب بأكثر من محاولة للعرقلة. الحكم أعلن عن خطأ لصالح زيدان، ولكن كان يجب على الحكم أقل شيء الإعلان عن الكرت الأصفر. هلا هو صار التدخل على 3 مراحل، يعني لازم يكون الصافرة من أول خطأ. ليش؟ منشان ما ينأذى لاعب كابتن محمد. احنا هاي الحالة لما بيكون في تدخل عنيف أو قوة فارطة مباشرة اعلن صافرته، ما أعطي في إتاحة فرصة حتى اللاعب ما يتضرر، وهذا اليوم ما شفناه في الدقيقة 26. طيب عاشت ايدك كابتن هشام. حبيبي كابتن، مباراة اليوم شفنا فريق يلعب ما خايف، يتجرأ، يهجم،
فاجأ المنتخب الوطني. فغياب بعض الأسماء المهمة وبالذات لاعبين الوسط والمحور هو أثر كثير اليوم، إنه أنت ما تقدر يعني تبني الكرة بالشكل الصحيح اللي قدرنا نشوفه بالمباريات السابقة. المباراتين الأولى للمنتخب الوطني ما شفنا اليوم بسبب غياب لاعبين خط الوسط. يعني أمير العماري غيابه كان مؤثر، أيضا حركة إبراهيم بايش بين الخطوط كانت مؤثرة. فشفنا أنه لاعبين الهجوم كانوا في عزلة في بداية المباراة بالشوط الأول بالتحديد. فأكيد راح يكون الاستحواذ بالخلف واستحواذ يعني مو إنتاجي إذا اللاعب ما يقدر يسلم الكرة بشكل صحيح أو التحرك مو بالشكل السليم. هذه الأمور طبيعية في مثل هذه المباريات. أعتقد بالشوط الثاني كان نوعا ما أفضل، الفريق العراقي استغل التفوق العددي والتغييرات اللي صارت لما دخل بايش، بدينا نلعب مدافعين أقل، صارت أكو حلول بخط الوسط، صارت أنه المباراة حتى صارت أسرع والفريق العراقي بدأت تصير عنده فرص أكثر للوصول لمرمى الخصم. بصراحة أنا أوافق رأي الأستاذ عمار، ما أعتقد الاستحواذ سلبي. إحنا نذكر ما يعيب لاعبين المنتخب العراقي وخاصة بالخط الدفاعي واللعب بالكرة، دائما نشاهدهم يلعبون الكرة الطويلة. فاليوم وإن كان ما قدروا يستفادون من هذا الاستحواذ، بس يعطيهم ثقة عالية أنه يقدرون يستلمون الكرة، يطولون بالوقت، يشوف شنو اللي قدامه، وين يقدر يلعبها، وين يقدر يسلمها. ومثل ما قلنا احنا كنا متفقين بسبب الاستحواذ مو هو اللي خلى المنتخب الفيتنامي يتجرأ على المنتخب العراقي، وإنما عدم تأهلهم وما عندهم أي شيء يخسروا، فلعبوا بأريحية أكثر. بس أرجع أقول أعتقد الاستحواذ ما كان سبب سلبي، بالعكس يعطيهم ثقة زايدة للمستقبل. كابتن هشام سعد حبيبه، احنا كابتن محمد فقط للتوضيح، تحيات استاذ عمار ساطع، بس انطفت الكهرباء واللابتوب ما بيشحن، نعم فحتى ما لحق يسلم عليكم، فقال تحياتي للاخوان الموجودين والمشاهدين، وان شاء الله على حلقه ثانيه ارتب اموري اكثر، بس الكهرباء مو بيدي. فسلم عليكم وتحياتي لكم. تحياتنا، دورنا احنا بنقدم له تحياتنا. ماذا يحتاج المنتخب الوطني للادوار الاقصائيه حتى يكون خط الدفاع متماسك اكثر؟ اعتقد الكباتن اشاروا يعني ابرز النقاط اللي شفناها بالمباريات السابقه. كل مباراه ظروفها طبعا. بصراحه ما عندي اضافه على اللي قالوه الكباتن، اتفق وياهم. انا اشوف افضل ثنائي للدفاع بالوقت الحالي هو ريبين وسعد ناطق. انا قلت المره اللي فاتت كنت انتظر هذا الثنائي من فتره طويله، لكن للاسف كان سعد ناطق مصاب، وأيضا ريبين كان يعني اعتذر عن المشاركة بالسنوات الماضية، لكن الحمد لله الآن هو رجع. حاليا هم هذول أفضل ثنائي دفاعي. أعتقد إحنا لازم نبدأ نفكر بعد كأس آسيا، يعني لازم أكو بدلاء يكونوا جيدين هذول اللاعبين. سيد تحسين لاعب جيد، يحتاج خبرة بعد حتى يقدر يكون بالمستوى. خيارات على الدفاع اليسار واليمين عندنا خيارات كثيرة، ويعني اللاعبين جيدين. اتفق ويا كابتن حسان، حسين علي يحتاج اندماج أكثر، يحتاج يعني مو المدافع 100%. يعني حتى جهة اليمين مباراة اليابان عانينا بأوقات كثير، أيضا مباراة اندونيسيا. الكرات العرضية هي بصراحة هي الصداع المزمن للمنتخب العراقي، أكثر الأهداف يعني الحالات تبدي من الأجنحة وبالذات جهة اليمين للمنتخب الوطني. أرجع لك كابتن فراس الخطيب، أكو حالة جدلية صارت في مباراة قطر، شاهدنا إدخال 7 لاعبين، 7 تغييرات في المباراة بعد إصابة الحارس المرمى. أنا اللي بعرفه كابتن محمد 6 تبديلات، ليش صارت 7 تبديلات ما بعرف. أنا طبعا هلا ببطولة آسيا يحق للفريق 5 تبديلات، يحق نعم. التبديل السادس إذا تم إصابة اللاعب على مستوى الرأس أو حارس المرمى، تمام؟ بالإضافة لل5 تبديلات إذا حصل لا سمح الله ضرب على الرأس يحق للفريق 6 تبديلات، فأنا تفاجأت 7 تبديلات.